توقعات الطقس في المملكة خلال شهر رمضان. مشاهدينا الكرام، نبشركم بأن المملكة ستشهد خيرات وفيرة بإذن الله خلال شهر رمضان، مع استمرار الاضطرابات الجوية التي ستجلب أمطارا غزيرة إلى مختلف المناطق. دعونا ننتقل إلى التفاصيل. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة. الليلة من المتوقع أن تستقر الأجواء تدريجيا مع بقاء بعض التساقطات المطرية في مناطق العرائش، لالة ميمونة، سيدي علال التازي، سيدي سليمان، الرباط، البيضاء، خنيفرة والماس، وربما بعض المناطق المجاورة. المرتفعات ستظل ملبدة بالغيوم مع فرص لتساقط الأمطار. يوم الاثنين ستعود الأمطار القوية إلى المغرب، خاصة في فترة المساء مع تقدم اضطراب جوي غزير. المناطق الأكثر تأثرا تشمل تبوكزان، مرزوكة، زاكورة، فمزيد، طاطا، ورزازات، تنغير، مراكش، أكادير واليوسفية. يوم الأربعاء أمطار غزيرة جدا متوقعة في الجنوب الشرقي، خاصة في زاكورة، تنغير، الراشدية، بوعنان والماس، إضافة إلى تساقطات ثلجية محتملة على المرتفعات. مناطق مثل الرباط، الدار البيضاء، شفشاون، تطوان، الناظور، الحسيمة وبركان قد تشهد أمطار متفاوتة الشدة. يوم الخميس من المتوقع استمرار الاضطرابات الجوية مع هطولات غزيرة قد تكون عاصفية في بعض المناطق. ستشمل الأمطار مناطق تيزنيت، أكادير، تارودانت، شيشاوة، الصويرة، سطات والدار البيضاء مع تساقطات ثلجية في المرتفعات. نهاية الأسبوع الجمعة، السبت، الأحد ستتعمق الاضطرابات الجوية، وسيصل منخفض جوي ضخم محمل بأمطار غزيرة وعواصف رعدية. ستشهد مدن مثل طنجة، تطوان، العرائش، فاس، مكناس، الخميسات والرباط أمطارا قوية، إضافة إلى تساقطات الثلجية في المناطق الجبلية. أمطار غزيرة متوقعة على مدن الجنوب مثل أكادير، تزنيت وسيدي إفني، مع استمرار الطقس غير المستقر حتى الأسبوع القادم. تراكمات الأمطار المتوقعة وفقا لأحدث التحديثات قد تتجاوز التراكمات المطرية 100 ملم في بعض المناطق، منها الشمال والرباط حوالي 70 ملم، الدار البيضاء والجديدة 50 ملم، خريبكة 30 و40 ملم، مراكش وأكادير 30 و40 ملم، وجدة والراشدية 26 و17 ملم. ختاما، ندعو الله أن تكون هذه الأمطار خيرا وبركة على البلاد. لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك لمتابعة آخر التحديثات. دمتم بخير.